يا صباح الخير عليكم. لسه صاحي من النوم دلوقتي، حرفيا كنت عايز ابدا الفيديو بتاعي اصلا من البيت، بس لبست ونزلت مستعجل. وده بسبب عزيز المشاهد ان اصلا صاحبي كلمني من حوالي 10 دقايق كده، قال لي احمد لازم تيجي تساعدني نروح نرمي الغساله بتاعتهم في مكان معين هنا في المانيا. حبيت برضه اصور المكان ده لانه حرفيا هيكون مميز جدا، لان انت هناك في المكان ده بتلاقي كل الاجهزه الكهربائيه زي جديده قديمه مرميه، حاجات مستعمله حاجات جديده. وكالعاده خلينا نبدا بدرجه الحراره 9 دلوقتي في القريه اللي انا موجود فيها. عايز اقول لكم ان الجو برد الصراحه، بس انا لابس تقيل، وكمان السويتشيرت اللي انا لابسه ده برده تقيل، ما بيدخليش هوا كده، يعني مدفيني بشكل جامد قوي. بس الصراحه يا جماعه احنا بقالنا اسبوع دلوقتي مفيش شمس، الجو مطر وسيء جدا، وعشان كده هتلاقوا النشاطات والاكتيفيتيات قليله قوي. طبعا احنا عاملين هنا كرمس، الكرمس ده بيتعمل قبل الهالوين بحوالي اسبوع، فهيفضل موجود كده لمده 3 ايام وبعدين هيشيلوه. عباره بقى زي ما انتم شايفين العاب اطفال، العاب للكبار، اكشاك، تبيع حلويات، تبيع برضو العاب، حاجات زي كده. ديت مرجيحه تفضل تلف حوالين نفسها. فالصراحه حسيت ان هو حلو، بس مش محتاجين ان نصوره لان ما فيهوش حاجات كتير يعني صراحه تتصور، عشان احنا في الايام الجايه في حاجات كتير هنصورها برضو هتبقى شبه الملاهي اللي احنا موجودين فيها ده. طبعا صاحبي يبعد عني بحوالي 3 دقايق، احنا جيران يعني بشارع واحد، 3 دقايق ماشي. مش عارف بيستفادوا ايه لما يرموا الزباله بتاعتهم كده في الشارع، الملابس بتاعتهم في الشارع وفي وسط الحديقه، بجد بيضروها. انا مش عارف بيستفادوا ايه لما تلاقي مثلا سلات المخلفات او اماكن مختصه انك ترمي فيها الملابس دي، ليه بيرموها في الشارع؟ يخلوا الشوارع شكلها سيء جدا، يضروا البيئه. فحاجه انا مش شايفها لطيفه خالص. هي دي العربيه اللي احنا هننزل فيها الغساله ونرميها. تخيل احنا بنستخدم هنا البي ام في نقل عفش البيت او في البضايع او في اي حاجه هتشتريها من بره، اصلا اخر خيار ممكن الواحد يستخدمه. طبعا يا جماعه السحب انطوائي، ما بيطلعش في الكاميرا، انطوائي يتجنب المعاملات مع الناس. الغساله تقيله شويه، ما يقدرش من دوني استخدمه دائما. لما اجيب اي حاجه في البيت هو رقم واحد اللي موجود عندي دايما. يعني انت عشان ترمي الغساله او الثلاجه لازم تحط الكرتونه هنا، يعني ايه الاحترام بتاعك ده؟ ما شاء الله. لازم ترميها نظيفه عشان ما تتخربش. ممكن ينزل منها مي هينزل ميه باظ العربيه. اذا كان كده فهمت يا شباب. ليتس جو. شوف العربيه ما شاء الله فتحت عامله زي السرير النوم. هذا نفتحه ولا نفتحه؟ هترميه في ايه كده؟ لا ده بقت سرير ده بقت مخده، بقت مرتبه دلوقتي. عامله ازاي؟ لسه فنج ده اللي تحط عليه الغساله. ها قشطه. بس هي دي الغساله اندرتيكر، محتاج نشيلها. ده تدمر العمود الفقري. لا ايه بالراحه انت كده هتقع، هتبططني، هتعملني بطاطس مهروسه لو وقعت عليا. شايلها في ايه؟ الحمل كله عليا. بس مشكله السله اللي نشوفها عامله ازاي، مدوره عشان تنزل بيها تفضل تلف كده عشان تقدر اصلا تتحكم فيها وما تخليهاش تخبط في اي حاجه. ايه دي بقى؟ شبه القوطه المحمره. انت المشكله تدخل اصلا في العربيه، هتدخل صح؟ هتدخل هنا، نحطها هنا بالعرض. بالعرض، ما نخليها هنا اي حد يجي ياخدها، ما الناس لو شافتها اصلا اللي عايزها محتاجها يجي ياخدها ببلاش. عطلانه اتس كي. يلا شيل اجمل جون سينا. استنى خلي الست دي تعدي. كان يو جيف يور شمسيه دي هتخربش العربيه، خربشت شكلها. اتحكم فيها. لكن انت لازم تاكل لحمه كتير والله، لازم تروح مصر تاكل كبده هوهو، بروتين زائد. لا مفيش خربشه الحمد لله، مفيش حاجه سليمه. ده خربوش قديم هيفضل يجيب لي خرابيش. اصلا الغساله ما وصلتش ليها، لا الغساله ضربت هنا. يلا عادي، تأمين يدفع. اكتر شيء بحبه هنا في المانيا الصراحه النظام. عايز تتخلص من عفش بيتك او اي حاجه انت مش محتاجها بشكل عام، بيقول لك اماكن مخصصه هنا لازم تبقى عارفها عشان خاطر ما ترماش في اماكن ما تبقاش مخصصه فيها تتعرض لغرامه. فموفرت كل حاجه للشعب هنا الصراحه. حتى لو انت مش عايز تروح ترمي الحاجات ديت او معكش عربيه، بتقدر تحط العفش بتاعك مثلا قدام البيت وتتفق مع البلديه في يوم كده معين، او هم بيجوا في يوم معين يعني في الاسبوع، بدل ما تتفق معاهم بس تعرفهم، بس تدفع لهم مبلغ رمزي كده ويجوا يشيلوا كل العفش. لو هترمي عفش بيتك كله فبيجوا
ويشيلوه هم يروحوا يرموه، بيأجروا عربيه وكل حاجه، فبتدفع له من 30 يورو ل 50 يورو، مش فاكر بالظبط، بس كان الكلام ده يعني بقى له فتره كنا بندفع 30 يورو، دلوقتي الصراحه مش عارف بقت كام. شوفوا دلوقتي بدأت تندع اهيت، وانت زي الخفاش بتسهر طول الليل وتنام الصبح، نفس فصيله الخفاش. تخيل يا شباب الطابور بادئ من اول هنا لحد اخر الطريق ده، اصلا كميه الزحمه بالعربيات كتير قوي، لان يوم السبت ده هو يوم الوحيد اللي بيكون مفتوح انك تيجي ترمي العفش بتاعك، الاجهزه الكهربائيه كل حاجه. شوف كميه العربيات، هنفضل واقفين لحد ما العربيات دي بقى يجي دورنا، وبعدين نخش نرمي الغساله اللي معانا ديت. فيوم السبت ده كل اللي عايشين في المنطقه اللي احنا عايشين فيها هم بس المسموح لهم ان يجي يرموا العفش بتاعهم هنا. خارج المدينه اللي احنا عايشين فيها او المنطقه اللي احنا عايشين فيها ما ينفعش وممنوع، لان كده هيكون في تكاثر، ويقول لك ايه الكونتينرات اللي موجوده جوه هتتملي بسرعه، وما ينفعش حد يجي من خارج المنطقه اللي احنا عايشين فيها ويرمي عفشه هنا. فكل منطقه بيكون لها مكان معين يرموا عفشهم فيه، خاصه ان الحاجات القديمه اللي بيجي يرموها هنا عندنا في بعض الاشخاص بيستخدموها كديكور للبيت لو بقى لها 100 سنه. انت هنا بيبدلوا العفش بتاعهم ممكن كل سنه او كل كام شهر يبدلوا حاجه من عندهم، قليل يعني نادرا اللي بيعمل حاجه زي كده، ما بيخلوش الحاجه تدوم عندهم لفتره كبيره. وخدوا بالكم كمان لما الحاجه تبوظ هنا في ضمان، فالضمان يقول لك ايه، لا هاتها، بيكون الضمان على مده بقى على حسب 5 3 سنين 4 سنين، فيقول لك هاتها لو باظت في حدود السنين ديت، وبيرجعوها بيدوم واحده اجدد منها، او بقى لما يدوم واحده جديده، ومع الوقت لو باظت الغساله الجديده ديت مثلا فبيرجعوا يعملوا اعاده تاهيل، يصلحوها ويشوفوا ايه العطل ويجددوها. احلى حاجه الدفات مشغلها ومبسوطين. مطفيهم؟ لا والله في هنا مشغلهم لسه. هوا دافي اصلا، مش عايز انزل من العربيه، وفي قدامنا عربيات كتير قاعدين مبسوطين. مش لو جايبين كوبايه قهوه وشاي ولا اي حاجه؟ شو بتفطروا ايه على الصبح في العراق؟ احنا فول وطعميه، انتوا ايه؟ باتشا. باتشا، عارفين يعني ايه الباتشا؟ اللي هي راس الخروف، يعني يذبحوا الخروف ويبقى شايلين راسه كده وعامل كده، فيطلعوا كده براسه. والله ما ده اللي بيحصل. لا مو باتشا يا اخي، مش باتشا اللي هي راس الخروف؟ كاهي. كاهي؟ ايه كاهن؟ كاهي ايه كاهي دي؟ كاهي هم يعرفون يا راس الخروف. لا يا اخي مع الباتشا دي انت قلت بقى بقى القشطه. لا هذا يتاكل مع القشطه. اختلاف ثقافات، اختلاف في اللهجه يا جماعه، ما حدش يفهمها اللحن. لا بس انتوا ازاي يعني بجد والله بتجيبوا كده راس الخروف المسكين وعينه كده طالعه بره، تحس ان ما شاء الله لابس نظارات 3G، تخرجوا عينه ولا لسانه يبقى كده وتمسكوه تطبخوه تاكلوه. انا نفسي ما واكل باتشا، بس هو المعروف يعني. معروف. انا لو شفته ممكن يجي لي حاله هستيريه لمده اسبوع، اقطع اللحمه اصلا، لا بس شربته حلو مع اني ما شربتهاش، بس اقطع اللحمه لو شفته بيطبخ. وصل المكان الطاهر ابن الطاره. يلا بقى، بس فاضل كام عربيه كده يخشوا شمال واحنا نخش معاهم ونرمي على طول، ونوريكم المكان جوه شويه، وبعدين هنروح نفطر. عايزين ناكل النهارده يا جماعه، ما ناقيش. شايفين الراجل بتاع الباركنج اللي يقف كده وياخد منك او يديك الكارته وبعدين تخش تركن عربيتك، او ده زي كده بيقف ياخد مثلا 5 يورو ويشوف الحاجات اللي معانا ويدخلنا، ولو طلعت حاجات مثلا اكتر من غساله فبيزيد السعر. بس ما بياخد يعني ايه، لو انت برضه معاك حاجات كتير ما بياخدش الارقام الفلكيه اللي يعني فوق ال 100 يورو او فوق ال 50 يورو كده، على حسب الحاجات اللي معاك يعني. فاحنا 100% ندفع 5 يورو على الغساله بس. ده هو كونتينر التلفزيونات، ده هنا الكونتينر الغسالات. شوفوا يا جماعه الغسالات عامله ازاي، تلاقي الجديد والقديم كمان، وتلاقي حالتهم يعني في حالات متكسره، وتلاقي زي هنا مثلا حالات تحسها لسه جديده اصلا، ما فيهاش اي خربوش نهائيا. ده المكان اللي هنرمي فيه. ليتس جو نجيب غسالتنا المعفنه. وده هنا التلفزيونات، شوفوا تلاقي كل التلفزيونات الكبيره والصغيره القديمه والجديده برضه، وموديلات مختلفه بشكل يعني كبير قوي. شوف التلفزيون ده سامسونج 100%، بس مش هنعرف نشوفه يعني اكيد. وتلاقي كمبيوترات برضه، شاشات كمبيوتر، فحلو يعني انك بترمي ترمي الاجهزه الكهربائيه هنا، شيء مميز. يلا يا معلم، هتشيلها لوحدك؟ راندي اورتي. بس نزل هنا. ايوه ارمي. لازم بكل احترام نحطها ونرصها بطريقه مختلفه عشان ما يقولوش ايه الاجانب جم رموها في اي كده مكان عشوائي ومشيوا. وده كونتينر الثلاجات يا جماعه. كميه الثلاجات اللي موجوده هنا
كبيره، ده لسه الكونتينر هيتملي اصلا في يوم واحد. الحاجات دي كلها بتتملي. ودي بقى كونتينر الورق اللي بيترمي فيه الورق بس. كل مكان هنا كونتينر بيترمي فيه حاجه معينه، وده المكان اللي بيترمي فيه الخشب وكده، وده مكان بيترمي فيه مثلا الزرع والخضار الناس مش محتاجينه. فده بس المكان كله مساحته صغيره جدا، وبياخد كل حاجه ممكن ترميها فيه. شباب اكتر حاجه عجبتني في المكان ده التنظيم والنظام. مش هتجيب العفش بتاعك او الغسالات او الثلاجات بتاعتك ترميها عشوائي في كل مكان مع الزرع مع الورق الخشب كل حاجه مع بعض. لا، عاملين نظام. كونتينر للغسالات، كونتينر للتلفزيون، كونتينر مثلا الخشب للزرع زي ما احنا شفنا كده. فمكان مميز جدا وحاجه حلوه قوي علشان خاطر التنظيم، ولما يجي يفرزوها بعدين يبقوا عارفين هم بيفرزوا ايه، مش عشوائيه، ويكون صعب جدا على العمال اللي شغالين هناك اللي بيفرزوا الحاجه. طبعا هنطلع على المدينه نشوف اي مطعم فاتح عشان ناكل من عنده. طبعا لسه واصل المدينه دلوقتي، وعايز اوريكم حاجه. في هواء شديد اصلا، في عاصفه. شايفين هو الشعر بيعمل ازاي؟ طبعا الجو كله كده زي ما انتم شايفين، في عاصفه وكله مطر. فللاسف النهارده مش هنعرف نصور كتير. انا نزلت دلوقتي في الوقت اللي فيه العاصفه عشان اصور فيه، لان بعد شويه هيكون في مطر شديد جدا، فده مش هيخليني اعرف اعمل اي حاجه الصراحه في تصوير المحتوى النهارده. والنهارده بدات تكون الاكتيفيتيات شبه معدومه بسبب العاصفه والامطار الغريزه اللي هتنزل النهارده قويه جدا. فاحنا هنروح ناخد الاكل من المكان ده، المطعم هنا. طبعا انا طلبت هنا واحده لحمه وواحده جبنه. ليتس جو علشان نروح ناكل. عايز اقول لكم ان ريحه الاكل الصراحه خرافيه. الجو بدا يمطر اهو، البدايه دلوقتي. بس هنروح للعربيه، وصاحبي ركنها بعيد طبعا عشان خاطر ما فيش اماكن اصلا ندخل فيها بسبب التصليحات اللي انتم شايفينها في الشارع ديت. فركنها بعيد شويه عن هنا بحوالي دقيقتين. فنروح عشان ناكل. الصراحه انا جعان جدا، وعايز اقول لكم ريحه المناقيش طالعه حلوه قوي. طبعا احنا ما نعملناش الكراسي كده من فراغ، نفرش هنا ونديها اكله. ولا شوفوا دي الجبنه، بس هو طبعا مالهم كده تميله مع بعض عشان يبقى فيها مساحه. ودي اللحمه. فيلا خلينا نبدا بالجبنه. ما شاء الله. طبعا دي الجبنه ومحشيه باللحمه. شوفوا اللحمه عامله ازاي. فما شاء الله العجينه يا جماعه رقيقه كده وطريه مش ناشفه. بسم الله. الله، قسما بالله طعم العجينه حلوه قوي. وديت كمان اللحمه. بسم الله. دي طعمها لذيذ، بس التانية اللي عليها جبنه ومحشيه من جوه لحمه طعمها مدي ميكس رهيب الصراحه، ولذيذه عن ديت بكتير. شوفوا بتاعت الجبنه ده انا حبيتها اكتر بجد والله. عليها كده جبنه جواها لحمه محشيه. ما شاء الله. بسم الله. طعمها يقتل. حلاوه العجين اللي باع على المحل ده انه مش ناشفه. لما تيجي تاكلها كده تحس انك بتقرمش، تحس انك بتاكل شيبسي مع اللحم. واول ما تندوغها كده تحس انك مش عايز تكمل العيش، لان طعم مفيش طعم. فالصراحه ده عامل لك العجينه طريه، والحشو اللي جوه والتتبيله ظابطين قوي مع الطعم، فيخليك تاكل مره واثنين وثلاثه مناقيش وما تندمش على الاختيار الصراحه. وتحس كمان ان هوم ميد، يعني يشبعك بسرعه. منقوشه ثانيه باللحمه، وتحط شويه الليمون دول كده اضافيين، والزيتونه. اهم حاجه التغميق. ايه ده؟ اوكي، ده نعناع. تجيب الزيتونه كده. اللهم صل على النبي. عم يا جاي. تقدر تقول ان ده البديل الاحتياطي للفول والطعميه. وبكده يا شباب يكون وصلنا نهايه الفيديو. كنا هنروح مدينه تانية ونصور فيها ونستمتع، بس للاسف بسبب الاحوال الجويه اللي انتم شايفينها ديت، المطر الشديد والهواء ده، منعني اني اصور للاسف ونروح المدينه ديت. فالنهارده صحيت بدري جدا الحق اصور محتوى مميز قبل ما الجو يبقى سيء جدا. فيكون كده ان شاء الله وصلنا للفيديو. اتمنى ان يكون عجبكم. مع السلامه.